السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وفيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم أخواتي وحبايبي. يا ريت اللي أول مرة يشوفني ما يترددش ويشترك في قناتي ونحط اللايك من إيديكم الجميلة علشان تكبروني وأستمر معاكم، ويا رب قناتي تعجبكم وتستفادوا منها. طبعا انتوا شفتوا اللي حصل من سليم في أول الفيديو. أنا بفتح البلكونة علشان أهوي الشقة. سليم طلع يجري وسبقني زي ما انتوا شايفين كده، بس لولا إن أنا منتبهة كان الله قدر الله اكبر كان ممكن وقع. الحمد لله على كل حال. هنا بقى قلنا نفطر انا وسيمو. سيمو ده حفيدي. نفطر ايه؟ سيمو قال مربى وجبنه. المربى دي اللي انا عاملاها جميله يا جماعه، والله جربوها مش هتندموا. وعملنا شاي بلبن كده وخدت الفطار وقلنا نفطر. وبعد كده ادخل ايه على الغدا. دخلت على الغدا. انا هنا جبت فرخه الا ربع على قدي انا وملك وجوزي. حطيت معلقه سمنه ومعلقه زيت في الحله. انا عاده يعني ما بعملش ده كتير الا لما بكون عايزه شوربه تاخد لون كده بسيط. وبعد كده انا كنت بغلي الميه في الكتل. لما غليت حطيتها نص مكعب مرقه دجاج، حبه ملح حبه فلفل، وسبتها ايه لما تستوي نص سوا كده. هنا جبت وحدتين بصل متوسطين قطعتهم طرنشات. حطيت عليهم نص معلقه توم، واحده طماطم مقطعاها زي ما انتم شايفين كده، معلقه سمنه معلقه زيت او المعلقتين سمنه مفيش مشكله. ويا دوب بس ايه ما بتحمرش ولا حاجه، بتدبل بس بسيط كده، او ما دبلتش كمان يعني، دوب قلبتها تقلبتين. حطيت كيلو بطاطس عليه نص كيلو طماطم، وسبتهم لما يغلوا خالص كام غلوه كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده حطيتها في الفرن. طبعا ايه كملت سواها في الفرن وخدت اللون ده. وعملت شويه رز وشويه لسان العصفور. انا عاده بعمل صينيه البطاطس ني في ني، بس لما ببقى عايزه شوربه بعمل كده. تمام. خلصنا الغدا واتغدينا. طبعا انا يومي النهارده بالنسبه لي كده يعني الحمد لله كان خفيف وظريف. يعني مش يوم تعب النهارده، لاني انا صحيت حوالي الساعه 10 كده او 9:30. وعقبال ما فطرنا وهوينا الشقه وصليت وكده. وبعد كده دخلت على الغدا. خلصنا الغدا زي ما انتم شايفين. وبعد كده اتغدينا وعملنا الشاي وكده، يعني قولي الساعه بقت كده تقريبا 5. قلت بقى ادخل اغسل المواعين واخلص المطبخ وكده واشوف ايه اللي ورايا. عادة انا قبل ما بغسل المواعين بحط غسالة الاول، ولو في غسالة بطلعها وبنشر في الاخر خالص. وده فعلا اللي حصل. قلت اخلص المطبخ الاول واخلص مواعيني، وبعد كده ادخل على الايه وحطيت الغسالة معلش الاول، وبعد كده قلت ادخل انشر اخر حاجة. تمام. انا هنا بعد ما خلصت مواعيني العيون بتاعت البوتاجاز طبعا بقى لها فترة انا ما نقعتهاش كده. بدأت تبقى ايه تبقى فيها دهون ومش نضيفة. هي العيون عندي كده هي لونها كده يعني. عندي الاتنين العيون الصغيرين لونهم واخدين طبقة سودا كده. اما الاتنين الكبار واخدين الطبقة اللي هي الألمونيا او الفيدج العادية. انا معرفش ليه بقى بصراحة. المهم انا حطيت هنا العيون تتنقع بقى، لان انا كده ايه كنت خلاص يعني بقينا بالليل بقى. مش هعمل ولا اكل ولا هنعمل حاجة على البوتاجاز، مش عايزينه تاني خلاص. فقلت اما انقعهم بقى طالما كده كده مش هستعمل البوتاجاز. حطيت شويه خل، وحطيت معلقه ملح ليمون، ومعلقه كربوناتو، ونص ليمونه كده كانت عندي في التلاجة حتى دبلانه مش مشكله. حطيتها. والميه وميه بتغلي وصابون سايل من بتاع المواعين. بس كده. تمام. طبعا هي لما بتحطي والصابون السايل اهو زي ما قلت لكم. والحاجات دي بصراحه بتخلي الدهون اللي على العيون كلها بتروح. بصوا الفوران ده ما تقلقيش منه، ما تخافيش، ده من الخل والكربونات. وبتفضلي بقى كده ساعتين 3، عايزه تخليها لتاني يوم لو مش هتحتاجي البوتاجاز تاني مفيش مشكله. المهم ايه انا هنا بقى قلت اما اغسل البوتاجاز بتاع الغدا. بص كان الرز ومطرح الاكل وكده. فقلت بقى اغسله واخلي العيون منقوعه، حتى انا ممكن ما ارصش العيون يعني عليه. انا اغسله بس وخلاص. تمام. انا حاسه ان انا اتكلمت كتير قوي ولا ايه؟ تقولوش عليا رغاية. هنا بقى بلم الصابون من عليه بفوطه، بشطفها تحت الحنفيه كده والم الصابون من عليه. انا والله مش بعلمكم، بس احنا بنشجع بعض. يعني انا لما بعمل فيديو انتوا بتشجعوني ان انا اقوم اعمل واروق في الشقه واعمل بوتاجاز واعمل كده علشان اعمل لكم فيديو يعجبكم. وفي نفس الوقت بتشجع ان انا اعمل حاجتي وانتوا كمان تتشجعوا لما تشوفوا الفيديوهات. انتوا تعرفوا ان انا ساعات كتير لما ببقى كسلانه او كده والله بتفرج على اي فيديو يشجعني واقوم. اصل انا برضو ببقى كسلانه كتير برضو احيانا. معلش انا اسفه والله يا جماعه ان انا دايما بقعد اشمر كمي كده. انا ما بعرفش اغسل حاجه وكمي كده نازل. بحس ان انا لما بغرق غرقانه ميه مش عارفه. مش عارفه ان انا بطل العاده دي فاعذروني معلش. طبعا هنا بقى قلت اما اغسل الكاتل كمان. وبعد ما بغسله طبعا بالشكل ده انا بحط فيه نص ليمونه
ومعلقتين خل وشويه ميه، واديله غلوه كده على واسيبه يغلي كده غلوتين، وانقعه في الميه والخل والليمون، وبعد كده ارميهم واشطفه عادي، واغلي فيه شويه ميه بقى قبل ما اعمل شاي. اغلي فيه حبه ميه كده من غير اي حاجه وارميهم بعد الليمون والخل اللي انا عملته، عشان بس ما اغيرش طعم الشاي ولا اي حاجه. تمام، بيبقى فل كده، وبيبقى طبعا من جوه الاستانلس دوت بيعمل ممكن طبقه كده تجير اي حاجه، كل الحاجات دي طبعا خطر وكده. وكده انا خلصت الكتل، وهعمل فيه زي ما قلت لكم. قلت بقى اغسل الحوض وكده. ولد البوتاجاز خلصته. بصي العين ديت انا بعرفكم ان دي حاجات منقوره كده في البوتاجاز، مش عايزه تطلع، حاولت كتير ما بتطلعش. تمام، وسبت العيون منقوعه اهي، والمواعين خلصت. بعد ما برصت المواعين ببص تحت الصفايه، ما عجبنيش منظر الحوض ومنظر تحت الصفايه، وغسلت الصفايه كمان على فكره. فقلت لا، اغسله بقى غسله كويسه كده بالكلور والصابون زي ما انتم شايفين. تمام. بعد كده بقى دخلت على البلكونه، قلت بقى انشر الغساله اللي انا حطيتها، كانت خلاص خلصت. نشرتها، وكان في غسيل طبعا انا لما من عليها وطبقته. وبكده الفيديو بتاعنا تقريبا خلص، ويا رب يكون استفدتوا. ويا ريت بقى لو سمحتوا لايك، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك. ويا رب اكون عند حسن ظنكم، ويا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم، وقناتي المتواضعه تكون عاجباكم. واسفه قوي على اي حاجه، يعني ان انا بلاقي الاسعاد في الكلام، معلش. ان انا يعني احيانا بسرح كده وانا بعمل الفيديو، اعذروني معلش. وبعد ما اطبق الغسيل انا بحط طبعا كل واحد حاجته لوحده زي ما انتم شايفين كده. بعد كده برصهم في الدولاب. لما باجي ارص حاجتي في الدولاب او حاجه جوزي او ملك، انا طبعا لازم اظبط الدنيا كده قبل ما ارصهم، اشوف ايه اللي متنحكش في الدولاب علشان يفضل نضيف، وارص عليه اللي انا لسه مطبقاه. وبكده بيفضل الدولاب على طول كويس. طرفة ملك اللي ممكن بتبقى كتير قوي بصراحة متبهدلة، لان ملك عندي يعني مهملة شوية في حتة ان هي تروق دولابها باستمرار دي، ومش معقولة بقى ان انا كمان هروق لها دولابها، ببقى عايزاها برضو تعتمد على نفسها شوية. لكن هو بصراحة يعني الطريقة ان انتي اما تكوني شايلة غسيل على الحبل وتطبقيه، وبعد كده تحطيه في الدولاب وترصي حاجتك الاول القديمة، ده بيبقى حلو قوي. السلام عليكم ورحمة الله.